شارك عرض الأزياء اللبناني لؤي علامة ابن الفنان اللبناني راغب علامة قبل أيام صورة من عطلته الصيفية على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر لؤي في إحدى الصور وهو يعانق شابة جميلة. وتبين أن الشابة هي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، وهي يوتيوبر وعارضة أزياء شهيرة، وقد علقت على الصورة قائلة: أفضل ثنائي، مشيرة إلى أنها ولؤي ديو رائع. الصورة لقت تفاعل كبير بين المتابعين، كما انها احدثت ضجة واسعة، اذ انقسم الجمهور بين من اعتبر انها حبيبة لؤي الجديدة، وبين من رأى ان هذا الصورة والتعليق لا يعني شيء، الا انهم صديقان مقربين فقط، ولا تأكيد على قصة حب بينهم. ودائما ما يثير نجل راغب علامة لؤي الجدل بإطلالته التي تبدو نسائية أو بحركاته الغريبة التي تظهر في الصور والفيديوهات التي ينشرها عبر حساباته الرسمية، وينتقدها كثيرون كونها لا تشبه العادات والتقاليد العربية. ونشر ابن المطرب الشهير عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام أكثر من مقطع مصور من رحلة بحرية أجراها مع آخرين، إذ ظهر في أحدها وهو يخرج لسانه في حركة غير لائقة، بينما ظهر في أخرى وهو يغني مع فتاة ويؤديان حركات على الأغنية. ودافع البعض عن حركة لؤي بإخراج لسانه في الفيديو الذي علق عليه: تعال اسبح معي، موضحين إن ما فعله عبارة عن تحدي رائق على تطبيق حاليا.